ولما بيلاحظوا إن في منحدر بيطلبوا من لاكي إنها تمسك إيديهم وتنط على الحصان بتاعهم. بيبدأ الفيلم بسيرك كبير في أمريكا الشمالية، وبنشوف جيم وبنته لاكي وهم بيتفرجوا على مراته ميلا وهي بتقدم عرض الخيول. بس للأسف ميلا بتعمل حركة خطيرة جدا فبتقع من على الخيل وبتموت. وبتمر السنين وبتكبر لاكي، وبنعرف إن باباها سابها تعيش مع جدها جيمس وعمتها كورا. وبنشوف لاكي وهي بتلعب مع سنجاب، وفي الوقت ده بتدخل عليها عمتها كورا وبتقول لها إنها لازم تذاكر دروس الرياضيات بتاعها علشان المدرس ما يزعلش منها. وبتعرفها إن جدها داخل على انتخابات علشان يكون محافظ البلدة. وفي الوقت ده بيدخل عليهم الجد جيمس وبيطلب من كورا تعدله الجرافته بتاعته، وده لأن المصورين هيجوا كمان شوية ويعملوا معاه لقاء. وفي الوقت ده بيجي سنجاب عند شباك لاكي، فبتفتح له لاكي الشباك وبيخرج من الأوضة، فبتجري لاكي وراه وبتحاول تمسكه. وفي الوقت ده بيوصلوا المصورين والصحفيين للبيت، وأول ما الجد جيمس بيدخلهم البيت بيتفاجئ إن لاكي متعلقة من رجليها والمكان كله متدمر. وبينط السنجاب على وش الجد جيمس وبيصوروا المصورين بالشكل ده. وبنعرف ان بسبب كده الجد جيمس بيبعت لاكي مع عمتها كورا علشان تعيش مع باباها. وبنعرف ان لاكي متضايقه لانها رجعت تعيش مع باباها اللي اتخلى عنها زمان. وبتقول لاكي لعمتها كورا ان باباها ما شافهاش من 10 سنين، فبتطمنها عمتها كورا وبتقول لها ان هم هيقعدوا مع باباها فتره الصيف بس، وهيرجعوا لجدها تاني مجرد ما تخلص فتره الانتخابات. وبتقول كورا لاكي ان باباها سابها زمان بغصب عنه لان ما كانش هيقدر يتحمل مسؤوليه طفله صغيرة لوحده. وبتعرفها إن القرار ده كان قرارهم كلهم مع بعض، مش قرار جيم لوحده. لكن لاكي ما بتهتمش بالكلام ده لأنها بتكون متأكدة إن باباها تخلى عنها بقصد. وبعد شوية بتقوم كورا وبتسيب لاكي علشان تجيب حاجة يشربوها. وفي الوقت ده بتقوم لاكي وبتفتح شباك القطر وبتشوف حصان بري شكله مميز جدا، وبتشوف وراه قطيع من الخيول البرية، فبتنبهر لاكي جدا بشكلهم الجميل. وبتخرج لاكي من القطر بهدوء علشان تشوف الأحصنة من غير ما عمتها تشوفها. وأول ما عمتها بتلاحظ غيابها بتروح تدور عليها وبتتفاجئ بيها متعلقة في القطر من بره. أما لاكي فبتقدر توصل لآخر عربية في القطر وبتفضل تتفرج على الحصان، وبتحاول إنها تلمسه وبتكون هتقع، لكن بيجي شخص اسمه هندريكس وبينقذها على آخر لحظة وبيقول لها إن الخيول البرية دي خطيرة جدا. وفي الوقت ده بتيجي عمتها كورا وبتشكر هندريكس لأنه أنقذ لاكي، وبتاخد لاكي وبيرجعوا من تاني للعربية بتاعتهم. وبعد شوية بيوصلوا للمحطة، ولاكي بتكون حزينة جدا لأن باباها ما جاش يستقبلهم. وبنسمع هندريكس اللي بيقول للعصابة بتاعته إنه شاف مجموعة من الخيول البرية وإنهم ممكن يسرقوهم ويبيعوهم ويستمتعوا بالفلوس اللي هياخدوها. أما لاكي فبتشوف عرض الخيول البرية، فبتستغل إن عمتها مش واخدة بالها منها وبتروح تتفرج عليه. وواحدة من اللي بيقدموا العروض بتشوف لاكي فبتعرف إنها بنت ميلا لأنها شبهها جدا، وبتديها وشاح زي بتاع والدتها اللي كانت بتلبسه زمان، فبتفرح لاكي جدا بالوشاح ده. وبعد شوية بتيجي كورا وبتقول لاكي إنها قلقت جدا لما ما لقتهاش جنبها، وبتاخدها وبتمشي. وللأسف ما بيعرفوش يوصلوا لبيت جيم، وفي الوقت ده بيجي لهم ولد صغير اسمه سنيبس ومعاه الحمار بتاعه، وبيعرض عليهم يوصلهم للبيت مقابل مبلغ صغير. فبتوافق كورا وبتديله الفلوس، وفي الوقت ده بشاور لهم على بيت قدامهم وبيقول لهم إن ده البيت. وساعتها بتيجي أخته اللي اسمها أبيجيل وبترمي عليه حبل وبتكتفه بيه، وبترحب أبيجيل بلاكي وبتقول لها إن مامتها كانت مشهورة هنا جدا، وبتودعهم وبتمشي. وفي الطريق لبيت جيم بتقول لك الكرة إنها شافت بنتين في سنها راكبين خيل، وإنها حبت الموضوع فجأة وهي كمان عايزة تركب خيل زيهم. ووقتها بتغير كرة الموضوع لأنها مش عايزة لك تحب الخيول زي مامتها زمان. بعد كده بيوصلوا لبيت جيم وبتفضل كرة تدور عليه لحد ما بيطلع لهم وبيرحب بيهم، وبياخد جيم لاكي وبيطلعها لأوضتها وبيلاحظ الوشاح في إيديها، فبيسألها جابته منين، فبتقول له إن واحدة من أصدقاء والدتها ادته لها. فبيقول لها جيم إنها كبرت وبقت شبه والدتها بالظبط. وفي الوقت ده بيسمعوا كورا اللي بتصوت لأنها شافت فار، فبينزل جيم علشان يشوفها. أما لاكي فبتشيل الشنطة بتاعتها وبتاخد منها الهدوم علشان ترتبها في الدولاب. ولما بتفتح الدولاب بتتفاجئ بأوضة سرية ورا الدولاب، فبتزق الدولاب وبتدخل الأوضة وبتتفاجئ بكل حاجات مامتها موجودة فيها، وكمان بتشوف إعلانات قديمة متعلقة لمامتها. وساعتها بتفك لاكي شعرها وبتفرح جدا لما بتلاقي إنها بقت شبه مامتها. وفجأة بتسمع صوت الخيل اللي شافته في القطر، فبتفرح جدا وبتنزل بسرعة وبتخرج من البيت علشان تشوفه. وبتفضل تمشي لحد ما بتوصل للاسطبل اللي فيه الحصان، لكنها بتسمع صوت الحصان وكأن في حد بيعذبه. وفي الوقت ده بتعرف لاكي من بنت اسمها برو إن الاسطبل ده بتاعهم، وإن باباها مأجره لمجموعة من الصيادين. وفجأة بيتفتح باب الاسطبل وبيخرج الحصان، وبيكون هندريكس راكب عليه، وبيفضل الحصان يتحرك بسرعة لحد ما بيوقع هندريكس. وبيقرب الحصان من هندريكس جامد علشان يضربه، لكن هندريكس بيهرب بسرعة. ولما بيشوف هندريكس لاكي قدامه بيقول لها إنه نصحها قبل كده تبعد عن الخيول لأنهم
خطر جدا. وفي الوقت ده بيرجع هندريكس هو وعصابته وبيربطوا الخيل من كل مكان. وفي الوقت ده بتروح برو وبتنادي لباباها وبتعرفه اللي العصابة بيعملوه في الخيل. فبيجي باباها اللي اسمه جرينجر وبيقول لهندريكس ان هو مش هيسمح لهم يعذبوا الخيول. فبيتحرج هندريكس جدا وبيعتذر له وبيربطوا الحصان وبيمشوا. وبعد ما بيمشوا بتفك لك الحصان وبتقرر ان هي تسميه سبيريت، وبتفضل تتكلم مع برو وبعدها بتسيبها وبترجع البيت. وبالليل بتقعد لاكي تتعشى مع باباها وعمتها، وبيشوف باباها صورة والده في الجورنال واستنجاب على وشه. ولاكي بتكون فاكرة ان باباها هيتضايق منها لكنه بيفضل يضحك جدا. ووقتها بتحس لاكي بالراحة وبتحكي لباباها على الحصان اللي شافته وانها حبته جدا. لكن باباها بيتضايق خصوصا لما بيعرف انها تقصد الحصان البري اللي موجود في الاسطبل اللي جنبهم، وبيحذرها انها ما تقربش منه نهائيا، وده لانه مش قادر ينسى اللي حصل لوالدتها زمان. وساعتها بتتضايق لاكي وبتسيبه وبتطلع لأوضتها. وتاني يوم بتصحى لاكي من النوم وبتروح للاسطبل علشان تأكل الخيل. وهناك بتقابل برو اللي بتتكلم معاها وبتقول لها ان الخيول البرية محتاجة صبر وانها عايزة معاملة خاصة. وبعدها بتروح لاكي تدي لسبريت بطاطساية علشان ياكلها لكنه بيرفض. ووقتها بتيجي ابيجيل وبتدي لاكي تفاحة وبتقول لها تجربها وبتعرفها ان الاحصنة بتحب الحاجات المسكرة. فبتديله لاكي التفاحة وفعلا بياكلها سبيريت، فبتفرح لاكي جدا. وتاني يوم بتاخد لاكي تفاح من اللي باباها جمعه وبتروح علشان تأكله لسبيريت. وبتفضل لاكي طول اليوم ترمي التفاح لسبيريت علشان ياكله، واخر اليوم بياكل التفاحة من ايديها، فبتفرح لاكي جدا. وبيجولها اصحابها وبيقعدوا معاها، وساعتها بنلاحظ ان هندريكس بيراقبهم من بعيد. وتاني يوم بتروح لاكي تركب على ظهر سبيريت لأول مرة. وفي الوقت ده بيروح سنيبس يفتح باب الاسطبل، فبينطلق سبيريت بره الاسطبل وبيفضل يجري بلاكي بسرعة كبيرة جدا. وساعتها بيشوفوها برو أبيجيل فبيقرروا يروحوا وراها علشان ينقذوها. أما سنيبس فبيقلق جدا وبيروح علشان يعرف والد لاكي باللي حصل. وبعد كده بنشوف لاكي اللي بيجري بيها سبيريت فوق الجبال، وبيكون وراها برو أبيجيل وبيفضلوا يدوها تعليمات علشان تحافظ على توازنها. ولما بيلاحظوا ان في منحدر بيطلبوا من لاكي انها تمسك ايديهم وتنط على الحصان بتاعهم، وفعلا بيقدروا ينقذوها على اخر لحظة. اما سبيريت فبيفضل مكمل جري لوحده. وفي الوقت ده بيوصل والد لاكي وبيفضل يزعق لها لانها ما سمعتش كلامه، وبياخدها وبيرجعوا البيت وبيكمل زعيق وبيقول لها انها عنيدة جدا وعلشان كده قرر يرجعها لجدها من تاني. فبتحزن لاكي وبتقول له ان دي المرة التانية اللي هيتخلى عنها فيها، وبتسيبه وبتطلع اوضتها وهي حزينة. وبالليل بتتسحب لاكي من البيت وبتاخد تفاح وبتفضل تمشي ناحية الغابة، وبتعدي طريق القطر لحد ما بتقابل سبيريت هو وكل عيلته، وبتفضل تديهم تفاح علشان ياكلوه. وبتكون لاكي مبهورة جدا. وفي الوقت ده بيجي هندريكس هو وعصابته وبيفضلوا يمسكوا في الخيول، وبتحاول لاكي تمنعهم لكن هندريكس بيزقها وبيوقعها على الأرض. وفي الوقت ده بيوصل القطر وبيبدأ هندريكس هو وعصابته يدخلوا الخيول جوه عربيات القطر وبيقفلوا عليهم لكنهم ما بيقدروش يمسكوا سبيريت. وقبل ما يمشوا بتسمعهم لاكي وهم بيقولوا ان هم هيروحوا المينا علشان يهربوا الخيول على سفينة نقل البضايع. فبتقرر لاكي انها ترجع للقرية مع سبيريت اللي بيكون واثق فيها وانها هترجع له عيلته. وبتوصل لاكي للاسطبل بتاع جرينجر، وهناك بتلاقي برو وبتحكي لها عن كل اللي حصل، وبتقول لها انهم لازم يرجعوا الخيول قبل ما يوصلوا لسفينة نقل البضايع. فبتقول لها برو ان المينا بعيدة جدا عنهم وانهم لو راحوا ورا القطر مش هيلحقوهم. ووقتها بتقول لاكي لبرو ان القطر لازم يقف استراحة كل 100 ميل، وبتشاور لها على المحطة اللي المفروض هيقف القطر فيها واللي بيكون موجود جنبها خزان ميه كبير. وبتقول لك لبرو ان هم لو اختصروا الطريق ده لحد خزان الميه من خلال الجبال هيقدروا يوصلوا قبل القطر. وفي الوقت ده بتيجي ابيجيل وبتعرف منهم اللي حصل وبتسمع خطتهم. وبالرغم من تردد برو ابيجيل انهم يساعدوا لاكي في الخطه الخطيره دي الا انهم بيقرروا يخوضوا معاها المغامره، وفعلا بينطلقوا كلهم على الخيول بتاعتهم وبيفضلوا يتنقلوا بين الجبال والوديان لحد ما بيوصلوا لمكان خطر جدا. وبيكونوا كلهم خايفين يعدوا من على الجسر ده لكن لاكي بتثق في سبيريت، وبيفضل سبيريت يمشي بالراحة وبيعدي من على الجسر، فكلهم بيتشجعوا وبيعملوا زيه وفعلا بيقدروا يوصلوا للناحية التانية. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمكان قريب من خزان المية، فبيفرحوا جدا وبيقرروا يخيموا هنا طول الليل وبكرة يكملوا طريقهم لخزان المية على ما القطر يكون وصل. ومن ناحية تانية بنشوف جرينجر في الاسطبل بتاعه وبيعرف من سنيبس ان البنات راحوا علشان ينقذوا الخيول من العصابة اللي سرقتهم. فبيقلق جرينجر جدا على بنته وبيروح لجيم وبيحكي له كل اللي
حصل. فبيخاف جيم على بنته وبياخدهم كلهم للمخزن واللي بيكون مصمم فيه قطر ومسميه ميلا، وبيركبوا كلهم القطر ده وبينطلقوا. وتاني يوم بتسمع لاكي صوت القطر، فبتصحى من النوم بسرعة وبتلاقي سبيريت بيجري ناحية القطر ده، ووقتها بتعرف لاكي إن القطر وصل قبل ميعاده، فبتصحي أصحابها بسرعة وبيروحوا ناحية القطر. لكن للأسف هندريكس بيكون شاف سبيريت وبيمسكه، وفعلا بينجح إنه يدخله القطر وبيحبسه مع باقي الخيول. وللأسف ما بتقدرش لاكي وأصحابها إنهم يوصلوا القطر قبل ما يتحرك، ووقتها بتحس لاكي باليأس والحزن، وخصوصا إن سبيريت اتمسك هو كمان. لكن أصحابها بيفضلوا يشجعوها وبيقولوا لها إن هم لسه قدامهم فرصة إنهم يلحقوا القطر عند المينا، وساعتها بتتشجع لاكي وبتنطلق هي وأصحابها للمينا، وفعلا بيلحقوا القطر وكمان سفينة البضايع. وبتقدر لاكي تطلع فوق القطر وبتوصل للعربية اللي فيها سبيريت وبتقدر تحرره، لكنها بتكتشف إن باقي الخيول اتشحنت على السفينة. فبتطلع لاكي بسبيريت فوق رفعة عالية جدا وبتنط على السفينة، ووقتها بتتحرك السفينة. لكن جيم بيقرر ما يتخلاش عن بنته وبيروح ورا السفينة. أما لاكي فبتكون على السفينة وبتدور على مكان الخيول وفعلا بتقدر توصل لهم. أما هندريكس وعصابته بيحاولوا يكتفوا سبيريت بالحبال بتاعتهم، ولما بينجح هندريكس إن هو يكتفه بتيجي لاكي بسرعة وبتركب على سبيريت وبيجروا بسرعة اتجاه هندريكس وبيرموه في المية، وبعدها بينط سبيريت بلاكي في المية وبينط وراه باقي الخيول. فبيروح جيم بسرعة علشان ينقذ لاكي، ووقتها بيتفاجئوا بسبيريت اللي بيطلع من تحت المية وبينقذهم هما الاتنين، وبيفضلوا يتحركوا كلهم لحد ما بيطلعوا للشاطئ. ووقتها بتعتذر لاكي لباباها لأنها ما سمعتش كلامه، وهو كمان بيعتذر لها وبيقول لها إن مامتها لو كانت عايشة كانت هتعمل نفس اللي هي عملته، وبيعرفها إنه فخور بيها جدا. وبعدها بيروح جيم وجرينجر وبيكتفوا هندريكس وعصابته علشان يسلموهم للشرطة. وبعد كده بتروح لاكي تودع سبيريت وباقي الخيول بعد ما بتوصلهم للغابة علشان يعيشوا وسط الطبيعة. وبعد ما بترجع لاكي للبيت بتعرفها عمتها إن الأجازة خلصت وإنها بتجهز الشنط علشان يرجعوا للمدينة، فبتطلب منها لاكي إن هم يروحوا المهرجان الخيل الأول، وفعلا بتوافق عمتها وبتاخدها للمهرجان. وبتمشي لاكي مع باباها وبيقول لها باباها إن المهرجان ده كان هو المفضل لمامتها. وفي المهرجان بيطلع جيم على المسرح وبيقول لاكي إن هو اتخلى عنها زمان لكنه مش هيتخلى عنها تاني، وبيطلب منها تفضل هنا وتعيش معاه للأبد. فبتوافق لاكي وبتفرح جدا، وبكده بتعيش لاكي وسط باباها وأصحابها في سعادة. وبس كده، لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في قناة نظرية في المهلبية على اليوتيوب. سلام.